السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا، انا بقى كنت عامله حبه حاجات وشايلاهم عشان خاطر العيد. كل سنه وانتم طيبين. فانا الاول بقى انا هعملها معاكم واكملها معاكم. ده بشر البرتقال. انا بشرت الكميه اهي وقلت ايه اكمل معاكم. بالناحيه الرفيعه دي هتبشريه. ده الليمون مش برتقال، يعني اللي معايا دوت كده ليمون. نكمل بشرها. طبعا الليمون دوت انا هاخد القشره بس، وهسيب الليمون هعصره واحطه في مكعبات صغيره في الفريزر. لو احتجته بقى لشربات لسلطه لاي حاجه هعصره بس في العصار، واعبيه عندي قوالب صغيره بتاعت الشوكولاته هحطها اللي هي السيليكون، احطهم في الفريزر اعملها مكعبات صغيره. هاخد بس القشره بتاعته هعمل منها قصنص برتقال اصفر ليمون. انا عملت قصنص البرتقال اهو. طبعا الليمون ده هتحتاجيه في حاجات كتير. وصفات الحلويات اللي هي محتاجه ليمون هتدخليها فيه. عندك في ناس عامه انا ما جربتوش عشان مبقاش كدابه، بيحطوه على وشهم وعلى ايديهم الزيت دوت بعد الاستحمام او حاجه، بيدهنوا ايديهم ووشهم بيه وجسمهم بيدي بيقولك لمعه ونعوميه في الجسم. بس انا بصراحه ما جربتش. نشغلها بالطريقه دي اهي. وهنحط له الوقت الزيت. طيب دوت ثواني بس. بجيب معلقه دوت بودره يوسفي. قشر اليوستفندي لما نشفته ورحت طحناه في المطحنه. تنشفيه بقى ايه، بتقشريه بالمقشره تطلعي لنا هي القشره الخفيفه دي بس، مش عايزين حاجه. دوت قشر برتقال انا عاملاه من قبل رمضان بكام يوم وسايباه، ما حطيتهوش في الفرن بصراحه، هو ينشف مع نفسه. لو شغلت الفرن هحطه تحميصه في الفرن، ما شغلتش الفرن خلاص. كده انا عاملاه بالطريقه دي، كنت بسيبه ينشف كام يوم، ولو ولعت الفرن اعمل اي حاجه كنت بدخله في الفرن، ما ولعتش ما بعملش بيه اي حاجه. خلاص على كده. دي بودره اليوستفندي، دي بودره البرتقال. طبعا كنت جايبه كميه البرتقال كانت اكتر بصراحه، ما كنتش بشتري مره واحده. كل ما اجيب كيلو برتقال او حاجه اقشره واسيبه على الصينيه مفروض بالكام يوم. ده برضو برتقال كنت بسيبه مفروض بالكام يوم، ما كنتش بجيب كميه على بعضها، لا الكيلو اللي بجيبه هو اللي بعمله. طلعت منهم الزيت ده، دي كميه الزيت اللي طلعت منهم. وكمان كان في واحده زي دي بس وديتها لاختي الصغيره عشان هي بتحب تعمل بسكوت بالبرتقال فوديتها لها. حتى الليمون ده برضو اختي الصغيره اللي مديهوني ساعه ما كنت عندها اعمله قصنص اللي هو الليمون. طبعا اي زيت نضيف هو اللي هتعملي بيه القصنص بتاعك. ريحه البرتقال لو اقول لك ريحتها ما شاء الله في الزيت جميله 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 جميله. برتقال بس تحطيها في العسل بقى للقطايف للكنافه للحلويات للبسكوتات، ودي هتنفع كيكه وبسيسه الحلويات بتاعتنا عامه كلها اللي انت بتحبيها بالبرتقال. اي حاجه بتحبي تدخليها فيها برتقال. دي الكميه اللي طلعت لي من زيت البرتقال، ودي الكميه طلعت لي من كميه برتقال انا مش هحددها لان كنت كل ما بجيب كيلو زي ما بقول لكم بقشره وبحطه. طب البرتقال طبعا هنعمل ايه؟ الليمون انا اسفه اهو. ده زيت نضيف اهو. تنزلي بكوبايه مثلا زيت، والمج ده كده حلو، وهتنزلي عليها بالبرتقال. انا هسخن الزيت ادفيه مش هسخنه، وهسيبه في قلب البرطمان يعمل لي ايه مفعول شويه. هسخن الزيت بقى وارجع لكم ادفيه، او تعالوا معايا على البوتاجاز ندفيه سوا. ده بقى ندفي الزيت. انا قصنص البرتقال لما عملته كنت مسخنه الزيت بس مسخنيه ايه كويس جدا. سخنته ونزلت عليه نزلت على البودر بتاع البرتقال بتاعي.
البرتقال بقى بتاع ده صنص البرتقال طلعته، لما بتيجي تطحني البرتقال وتنخليه بتاخدي الناعم، الحبوب اللي هي الخشنه هي اللي بتعملي بيها قصنص البرتقال، قصنص الزيت ده. يعني انا لما عملت ده كان من الحبوب اللي هي الخشنه. لما بتطحني البرتقال او القشر بتاعه تطحنيه طحنه كويسه وتاخدي منه تنخليه، تاخدي البودره اللي انا وريتها لك وتشتغلي بقى بالباقي ده، تحطي عليه يطلع لك ريحه الزيت دي جميله، مش قادره اقول لك والله العظيم. جربيها وانت هتشميها. كده خلاص انا مش هسخنه اكتر من كده يا دوبك، بس انا ايه اديته تدفيه بس كده. بقى البرتقال هنا جوه البطرمان ده بشر ال5 ليمونات اللي انتوا شفتوهم، بس الليمون اللي هو الكبير. الحاجات دي بتبقى جميله قوي والله يا ولاد في البيت. يعني انا امبارح كنت عامله قطايف ما حبيتش احط لها الفانيليا اللي هي العاديه بتاعتنا، حطيت لها القصنص البرتقال ده، طعمها كان تحفه بيه، كان تحفه، مش باين لا فيه مراره ولا فيه اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. انا حبيت اجربه في القطايف عشان لما اعمله في البسكوت ما ياثرش معايا في حاجه يعني. ننزل بقى بالزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. بس زي ما هو كده هتسيبيه كده بتاع 3-4 ايام مكتوم. اقفليه بالغطا بتاعه واكتميه على جنب في ترابيزه المطبخ، في اي مكان في ترابيزه المطبخ، على الرخامه زي ما انت عاوزه. انا البرتقال بتاع 3 ساعات على الرخامه وسبته، بس طبعا البرتقال بيبقى لونه زرع اكتر من الليمون شويه، فالليمون هو اللي هسيبه 2-3 كده مع نفسه لحد ما يتخمر مع نفسه. ولما اخد الزيت بتاعه مش هرمي بشر البرتقال، لا، بشر البرتقال انا هخليه برضو هدخله في الوصفات. ادي البودر بتاعنا ده، البرتقال اللي احنا بنعمل منه البودر. هتطحنيه طبعا لسه طري، هتطحنيه لما ينشف خالص، تنشفيه في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز على الهادي 10 دقايق او 5 دقايق بس، وتتابعيه وتطلعيه. هتطحنيه في المطحنه بتاعه الخلاط، هيطلع منك البودره بتاعته اللي هي الناعمه زي ما انت شفتي كده. البودر الناعم ده والخشن هو اللي هتحطي عليه الزيت زي ما عملتلك في الليمون بالظبط، زيت الليمون هو ده نفس الوضع. طبعا ده كنز عندك بسم الله ما شاء الله، خليه عندك هتحتاجيه، مش هيحصل له اي حاجه في ترابيزه المطبخ. انا عاملاه من بدري، من حوالي شهر وشويه، بس بصراحه ما كنتش كملته، كل ما اجي اكمله حاجه تحصل. اي ازاز عندك بقى حطي فيها الزيت بتاعك. طبعا دي كانت ازاز فانيليا، ده كانت ازاز فانيليا عندي دي ودي كانت ازاز لون طعام غسلتها وحطيت فيها، ودول كانوا بتاع الفرماسين كانوا فاضيين عندي وما رميتهمش، حطيت فيهم. هو دوت القصنص بتاعنا فعلا بجد ممتاز ممتاز ممتاز. انا بصراحه ما كنتش جربته قبل كده الموضوع دوت، اول مره اجربه السنه دي. جربته في القطايف لما بعت لاختي الازازه الصغيره دي، حبت تجربها في البسكوت، قالت لي اختي طلع تحفه، ولا في مراره ولا في اي حاجه. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وفيديو هو خفيف وقصير. يا ريت لايك وشير. مش عايزه اقول لكم، مش عايزه اشحت اعجابكم بصراحه، فانا بستثقل ان انا اقول لكم اعملوا شير وشير الفيديوهات، لان بفضل ربنا ثم انتوا بعد ربنا ونعم بالله اللي هتشيروا الفيديوهات دي. فانا اول ما عملت القناه بسم الله ما شاء الله كانت حلوه، وكانت المشاهدات كانت كتير. دلوقتي بعد القناه بقى لها 5-6 شهور ما بقتش فيه مشاهدات زي الاول. انا اسفه في الاطاله، شكرا وربنا يبارك لكم، جزاك الله كل خير. لو افتكرتونا بشير ولايك، بس مش عايزه غير شير ولايك بس، جزاك الله خير.
دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.